اهلا وسهلا بيكم. معاكم مهندس احمد صلاح، والنهارده هنتكلم عن تركايه مهمه جدا. بس قبل ما نتعلمها مع بعض اعمل لي في لايك وفولو، علشان انا كل يوم بنزل محتوى خاص بالهندسه المدنيه والهندسه المعماريه. احيانا بيجي لنا فايل ريفت، ولما بنيجي نفتح الفايل مثلا لو انا عايز اعمل موف لإليمنت زي ده كده، بعمل الإليمنت بتاعي موف. هنا بيقول لي ان انا ما عنديش البرميشن عشان اعدل في الإليمنت ده، لان هو مش قادر يوصل للسنترال موديل بتاعي. طيب ايه سبب المشكله دي؟ سبب المشكله دي ان انا وانا بفتح الفايل كان المفروض اعمل خطوه مهمه جدا بعملها مع اي فايل جاي لي من بره، الا وهي ان انا بفتح الفايل ده ديتاتش. هنشوف مع بعض ازاي نعمل ده دلوقتي. طيب الخطوه المهمه والاهم، وانا بفتح اي فايل جاي لي من بره، باجي بضغط على اوبن، بشوف الفايل بتاعي هنا، باجي عند ديتاتش فروم سنترال، بضغط عليها، بقول اوكي. detach and preserve worksets، معنى كده ان الفايل ده عندي سنترال، وانا عايز احافظ على الورك سيتس بتاعته اللي كان شغال بيها الشخص اللي قبليه. فبقول له detach and preserve worksets، وان ده ممكن الخيار ده يخليني ان انا اعمل الفايل ده عندي كمان سنترال في الجهاز بتاعي. هقول له ايوه detach preserve worksets، هو هنا بيعمل ابديت. هاجي هنا بعد ما فتحت الفايل بتاعي كموديل ديتاتش، فبلاقي عندي كلمة سيف مفتوحة، لكن كلمة سينكرونايز مقفولة، وبقدر ان انا احرك اي element براحتي زي ما انا عايز، لان انا عملت ديتاتش للفايل ده من السنترال موديل بتاعي. طيب انا عايز اسيف الفايل ده عندي كسنترال موديل، باجي هنا بدوس سيف، وبسيف الفايل في المكان اللي انا محتاجه بالظبط، بالاسم اللي انا محتاجه. هاجي هنا هلاقي كلمة سينكرونايز مفتوحة وكلمة سيف مقفولة. الكلام ده معناه ان انا فاتح السنترال موديل بالظبط، فهضطر ان انا اجي اعمل سينكرونايز، وهقفل. هقدر افتح الفايل بتاعي بالطريقة العادية. هنا هيبقى مكتوب لي create new local، هفتح الفايل بتاعي وكده الفايل ده بقى سنترال عندي. وبكده هلاقي انه كلمة سيف وكلمة سينكرونايز الاتنين معمول عليهم اكتف. كده انا فاتح النسخة اللوكال بتاعتي، وكمان اقدر اشتغل على الفايل زي ما انا عايز.